بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. حبايبي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب، أهلا بكم. القصيدة الجاية دي أو الموضوع جاء موضوع عن سوريا وأحداث سوريا. بس عايزين الأول قبل ما نتكلم عن سوريا ندعو لمصر، حفظ الله مصر شعبا وقيادة. مصر ما تخافوش على مصر يا جماعة، مصر إن شاء الله في رباط، مصر في أمان. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في مين بعد سيدنا النبي؟ أخبرنا أن مصر هتكون في أمان إلى يوم القيامة. ربنا ذكرها 5 في القرآن. فيا جماعة ما تخافوش على مصر، وأنا كاتب قصيدة بهذه المناسبة بهذا العنوان، ما تخافوش على مصر. ولكن احنا اللي هنتكلم فيه النهارده عن سوريا وما حدث في سوريا. انا مش متابع قوي، مش سياسي يعني، ما بتكلمش في السياسه، مالي الصالح بالسياسه. انا بكتب في الحدث بس. كل الموضوع ان انا بكتب حاجه حصلت بكتب فيها وخلاص، لكن كسياسه ملياش في السياسه ولا لي علاقه بالسياسه خالص. فاللي حصل في سوريا ليس لا هو سياسه ولا هو دين. سوريا اتحررت، وبيقولوا زي ما بنشوف في التلفزيون وبنشوف في كل الحتت، بيرقصوا مبسوطين وما يصير. احنا يهمنا البلد، لا يهمنا افراد في اي بلد. احنا يهمنا البلد نفسها، يهمنا الكيان. وسوريا دي بلد عربية، قطعة مننا، يهمنا انها تكون مستقرة. بكف النظر راح صدام، جه بشار راح بشار. ده مش قصة. القصة المهم ان يهمنا الكيان ويهمنا البلد ان تكون مستقرة. يا رب بحق جاه النبي احفظ مصر شعبا وقيادة، واجعلها في امن وامان وفي رباط الى يوم القيامة. مصر ان شاء الله مطمئنة، يا رب يديم علينا الاطمئنان ويديم على مصر المحبة. مصر تحب شعبها وشعبها بيحبها. والقصيدة بعنوان كان في يوم بشار أسد. بقول كان في يوم بشار أسد، لحد ما في يوم اتحسد. راحوا قاموا عليه بثورة على ظلم اتولد. يتحرروا مثل الشعوب ويوضعوا للظلم حد. جن بشار وراح يلطم الرأس وخد. جن بشار وراح يلطم الرأس وخد. ضاع ميراث الحافظ دام سنين عدد. ضاع ميراث الحافظ واصبح الهزل جد. ضاع ميراث الحافظ واصبح الهزل جد. زأر بشار وقال ما لهذا الشعب رد. زأر بشار وقال ما لهذا الشعب رد. كيف ضاع ملك حافظ ميراثي أب وجد. كيف ضاع ملك حافظ ده ميراثي أب وجد. اضرب النار سعيرا تأكل الشعب بلد. اهدموا كل بناية، اهدموا البنيان هدد. راح يقتل ويشرد، ما جعل للقتل حد. أنا بشار ليس مثلي من ولد. أنا بشار ليس مثلي من ولد. أنا بشار ابن حافظ كان حافظ كل عهد. اضربوا كل معبر، اضربوا لسوريا معبر، اضربوا لكل سد. والعرب تجدب وتندب في كل أمس وكل غد. ضاقت الأرض بسوريا وجمعوا مالا لبد. ضاقت الأرض بسوريا واجمعوا مالا لبد. قد يلد الشجاع جبان، قد يلد الشجاع جبان، وقد يلد كلبي أسد. بعد صبر دام دهر قرأ الله أحد. قالوا للبشار ارحل، لم تكن لنا سند. رحل بشار لروسيا وترك سوريا بدون كبد. سطروا تاريخ لسوريا في 5 كانون اتولد. وغنوا أغاني لنوح شد حيلك يا بلد. يا شعب سوريا اطمئنوا إن مصر لكم سند. يا شعب سوريا اطمئنوا إن مصر لكم سند. إن مصر بها أسود على الحدود بلا عدد. تقطع يد كل فاسد، تقطع يد كل طامع أو كل شيطان مرد. تقطع يد كل طامع أو كل شيطان مرد. ودي عن سوريا وحكاية سوريا. أنا مش متابع قوي، مش عارف إيه اللي حصل بالضبط في سوريا. المهم إن كل اللي أعرفه إن سوريا اتحررت من بشار أسد. بشار الراجل سلم السلطة سلبي واتكل على الله، راح روسيا. ربنا يكرمه ويهنيه بروسيا ويترك سوريا تشوف مصالحها بإذن الله. ونتمنى كل ازدهار
لشعب سوريا الشقيق. ولكم تحياتي الشاعر علي عبد الرازق الدالي، ولكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.